أهلا ومرحبا بكم. الكابتن خالد الغندور بيقول: الناس مبسوطين إن الزمالك من غير فلوس، الناس مبسوطة إنهم سايبين نادي واحد بس هو اللي بينافس وبيكسب وبنوفر له كل حاجة، ونسيب نادي عامل طعم للكرة المصرية اللي لولاه لأصبحت الرياضة بلا قيمة تنافسية. ده كان كلام الكابتن خالد الغندور. دي ايوه انسحبت من مباراه السوبر او اعتذرت عن ان انا اخش في مهزله تمس كرامه النادي بتاعي اللي انا رئيسه. يعني اتنين، كنت مظبط ميعاد مع السيد وزير الشباب والرياضه، مجلس الاداره بالكامل راح قبله. انا بشكره جدا يعني انه استقبلوا هذا الاستقبال، وعندهم هو بكره اجتماع مع مجلس الوزراء، وزي ما هي عمل مع الاسماعيلي والاتحاد السكندري والاهلي قبل كده يعمل طبعا مع نادي الزمالك. دي حاجة طبيعية وخطة معتادة على طريق اكذب ثم اكذب ثم اكذب إلى أن تصدق نفسك ويصدقك الكثير من جماهير الزمالك. وبعد انتهاء صلاحية الانسحاب من السوبر وكأس الكرامة ومجاملة اتحاد الكورة للأهلي، وبعد ما خلصت اشتغلت إن الزمالك اشتكى للفيفا وهيئة الأمم المتحدة، هنا بقى يجي وقت الفيلم الجديد المتوزع عليهم واللي بيسوق فيه للجمهور أباطرة التدليس وسحرة فرعون نادي الزمالك المعروفين وعلى رأسهم غندورهم وعفيفي وميدو على صفحات الزمالك. يجي بقى وقت الفيلم المظلومية واستعطاف الدولة، وإن الدولة بتصرف على الأهلي رغم إن الدولة نفسها بتستفاد ماديا من اقتصاد الأهلي القوي واسمه، ورغم إن الدولة نفسها دعمت وما زالت تدعم الزمالك بشكل غير مسبوق لدرجة تحمل بعض الجهات قيمة بعض صفقات الزمالك، وكمان دفع وزارة الشباب والرياضة مديونيات الزمالك لاتحاد الكرة لقيد بعض اللاعبين. وهنا هوجه كلامي إلى أباطرة الإعلام الأبيض وهزاز الرؤوس: بدل ما انتم شغالين تطبيل للي خرب النادي كنتم تقولوا له يدفع اللي عليه، والموضوع حله بسيط. ادفع فلوس الزملكاوي اللي موقف أرصدتك عشان تقدر تدفع رواتب، بدل ما انت مستغل حساب الرابطة في التحويلات وبتضلل الناس بكلام بعيد عن الواقع. ده غير ان محدش قال لولي نعمتك يضيع فلوس على الصفقات المشبوهة والسمسرة وغرامات اللاعبين والمدربين اللي بيطردوهم بدون تسوية، وده غير المرتبات المبالغ فيها. ومحدش قال له يخطف لعيبة الطايرة واليد سيدات بتوع الأهلي ويخليهم الأعلى مرتبات في اللعب. بدل ادعاء المظلومية والضحك على جماهير الزمالك، حاولوا مرة تكونوا صادقين مع نفسكم وتشتغلوا على غلطكم بدل التركيز مع الأهلي ومحاولة إفشاله، ويكون عندكم ضمير وكوادر محترمة تقدر تفيد بجد وتفكروا في مصلحة النادي قبل مصلحتكم الشخصية. هتقدروا تحققوا نجاحات وتقدم، بس للأسف الغرض مرض وانتم أسوأ غرض وأخبث مرض. عشان كده منهجكم دايما تضليل الناس، وبتضحكوا على الناس وعلى ناديكم، وفي الآخر تشحتوا عليه بكلام الرعاية وإن الأهلي معاه فلوس ومدلل، وانتم عارفين كويس إن التفوق الأهلي مش بالفلوس. واسألوا ابن عمكم بيراميدز اللي في 5 سنين صرف أضعاف الأهلي في 10 سنين، ورغم ذلك لا يستطيع مجاراته. وفلو الأهلي متفوق عليكم عشان غلابة، طب متفوق على بيراميدز ازاي بنفس منطقك الغريب؟ نروح بقى للنادي الأهلي. أخيرا نجحت جهود النادي الأهلي في الحصول على الساعة الكاملة لاستاد القاهرة في لقاء نهائي دوري الأبطال أمام نادي الوداد المغربي يوم الأحد المقبل. هنا نوجه كل التحية وكل الشكر وكل التقدير إلى معالي وزير الداخلية سيادة اللواء محمود توفيق وكافة الأجهزة الأمنية وكل رجال الشرطة على دورهم الكبير وعلى الاستجابة لطلب النادي الأهلي وجماهيره. وهنا الدولة والأجهزة الأمنية عملت اللي عليها. علينا احنا بقى كجمهور دور. أيوة حضرتك كمشجع عليك دور، الجمهور عليه الدور الأكبر، وهو الالتزام والتشجيع المستمر على مدار 90 دقيقة بدون أي تجاوز أو إساءة لأي أحد. وهو ده دورك الأكبر، وبكده لا ينقصنا إلا التوفيق، وإن اللعيبة تكون في كامل تركيزها وفي قمة لياقتها البدنية. وإن شاء الله الأهلي بدعمك المستمر هيحقق نتيجة مرضية تسهل عليه مباراة العودة في المغرب، ويحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة ال11 في تاريخه. وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي يوم الأحد المقبل. وفي النهاية نصل معاكم لنهاية الفيديو ده، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان ده هيكون أكبر حافز ليا لتقديم المزيد، ودمتم بخير.